طلعي بقى لفة الجلاش اللي في الفريزر وتعالي بقى نعمل مع بعض احلى والذ صينية جلاش ممكن تاكلوها في حياتكم. حاجة كده يا جماعة تحفة، من غير بقى ما ندهن ورقة ولا نورقها ولا نتعب نفسينا ولا اي حاجة، بطريقة سهلة وحلوة جدا وبسيطة جدا، ومش قادرة اوصف الطعم عامل ازاي. خطيرة يا جماعة، مكون واحد بس ضفته ودى الطعم في حتة تانية خالص، والنتيجة كانت رهيبة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله، ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنا هنعمل الشربات، والشربات كان عباره عن كوبايه ونص من الميه، عليها كوبايه ونص من السكر، عصره نص ليمونه، وحوالي نص معلقه صغيره من الفانيليا السايله. برفعهم على النار، واول ما بتغلي كده بحسب كده 7 أو 8 دقايق، وبعد كده بطفي عليها على طول وبحط الشربات علشان يبرد. انا عايزه الشربات في الوصفه دي يكون بارد. جبت بقى لفه الجلاش، ولفه الجلاش عندي كانت بقى لها فتره في الفريزر ومتقطعه ومتبهدله. بصوا قطعتها كده، خليتها رول زي ما هي، وقطعتها شرايح رفيعه زي ما حضراتكم شفتوا. جبت طبق غويط وبدات افرط شرايح الجلاش بالشكل ده. بصوا يا جماعه، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. بنفرطها كده بالشكل ده كده زي الفل. بعد كده بقى هنبدأ نحط بقى حاجات هتخلي الطعم تحفة يا جماعة، بجد مختلفة تماما. أول حاجة جبت كده نص كوباية من جوزة الهند، وبجد دي أساسي لأن هي بتخلي الطعم وريحة حلوة قوي. وكمان نص كوباية من دقيق السميد، أيوة يا جماعة نص كوباية من دقيق السميد مع جوز الهند مع لفة الجلاش، وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده. بعد كده بنزل بنص كوباية من الزبدة، زبدة أو سمنة، طبعا سمنة أفضل، بس أنا ما كانش عندي سمنة وكان عندي زبدة، بس برضو ادتني نتيجة حلوة قوي. ببدأ كده ان انا اشرب كل الجلاش ودقيق السميد والجوز الهند بالزبدة بالشكل ده، يعني كل كده قطعة من الجلاش بتتغلف كده بالزبدة. بصوا بقى افركها كويس كده في بعض لغايه ما كلها تتشرب بنص كوبايه الزبده دي. جبت كمان معلقه كبيره من الزبده ودهنت بيها صينيه، والصينيه اللي استخدمتها كانت صينيه مقاس 30. وهبدا انزل بقى بكل المكونات بتاعتي اللي انا حطيتها على بعض، اللي هي الجلاش ودقيق السميد وجوز الهند، طبعا كلها متقلبه مع بعض كويس جدا ومندمجه مع بعض كويس جدا، ريحتها حلوه قوي. ببدا احطها كده وافرطها واوزعها في الصينيه بالشكل ده بمنتهى السهوله يا جماعه. بصوا كلها متشربه من الزبده. بعدين ببدا اضغط عليها كويس جدا كده واسكنها في الصينيه. حجم الصينيه كان مناسب جدا. بصوا بضغط عليها كده كأني بعمل كنافة بالظبط. ضغطت عليها كويس جدا كده بالشكل ده، وكان عندي بقى معلقتين بس كده صغيرين من الزبدة، يا دوبك بس بالفرشة كده بدهن الوش او بلمع الوش بالشكل ده علشان تديني كده الطبقه اللي فوق دي تديني لون حلو قوي، وكمان يبقى كل الجلاش كده مسقي ومتشرب كويس من الزبده. يعني انا اعتبر خدت يعني نص كوبايه كبيره او نص كوبايه ومعلقتين 3 كده، مش اكتر من كده. بعد ما دهنتها كويس جدا دخلتها فرن ساخن على درجه حراره 200. اول ما تبدا تفصل من الاطراف او من الحروف على طول بشغل الشوايه دقيقتين 3. خرجتها بقى من الفرن وهي سخنه كده، على طول سقيتها بالشربات وما خدتش الشربات كله، يعني كده في حوالي ربع كوبايه بقت من الشربات. سقيتها بالشربات كلها، اتشربت الشربات. انا مش قادره اوصف لكم ريحتها في الفرن كانت عامله ازاي. غطيتها بقى كده علشان تبقى طريه معايا لمده 10 دقايق بس، غطيتها كده وبعد كده هنبدا نقطعها مع بعض. بصوا انا بقطع الاول الجزء اللي في النص ده. مش قادره اوصف يا جماعه الريحه والطعم عامل ازاي، مختلفه عن اي صينيه جلاش انت عملتيها، وسهله وبسيطه جدا، ومكوناتها تقريبا كلها موجوده في البيت. بصوا بقى حطيتها في طبق وسقيتها بحوالي ربع كوبايه كده من الحليب او اقل شويه كمان. انا بحب اسقي الجلاش قوي بالحليب، بيخليه طعم حلو قوي. انا هنا والله يا جماعه كاني باكل ام علي واحلى من ام علي كمان. الطعم حلو قوي، مقرمشه كده، وطعم السميد مش قادره اوصف لكم هو عامل ايه. كانكم حاشينها بسبوسه، كانكم حاشين صينيه الجلاش دي بالبسبوسه. خطيره يا جماعه، طعمها يجنن، حلوة قوي، مش قادرة اوصف الجمال. بصوا دلوقتي بقى هتكون بردت شوية. بصوا بنطلع الخرطة بخرطتها كده، تحفة يا جماعة. الخرطة دي حطيتها في طبق ومليتها كده بالزبيب وسقيتها بالحليب. مش قادرة اوصف لكم الطعم كان عامل ازاي. حلوة جدا يا جماعة وسهلة وبسيطة قوي. اتمنى يكون الفيديو والوصفه النهارده عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا، وشير كمان كتير للاصدقاء عشان الكل يشوف الوصفه الخطيره دي وينفذها. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.